السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلام. احنا النهاردة في مشروع الإسكان الاجتماعي، مشروع 266 عمارة. اتعمل فيه إنجاز جديد واتعمل فيه مول جميل جدا. مول مكون من محلات كتيرة جدا. طبعا مش كل المحلات اللي فتحت ومش كل المحلات اللي هي شغالة. انا شفت الافتتاح وحبيت انزل اصور بنفسي واشوف المول الجديد دوت والانجاز اللي هو اتعمل في 266. حاجة مشرفة جدا، حاجة رائعة. هتخلي الناس تقبل على المشروع. الناس اللي سايبة شققها واللي بتبيع في شققها هتلاقي الانجازات ديت في قلب المشروع، هتقبل على المشروع وتيجي وتقعد في المكان. عايزين بقى كده ندخل المول ونتفقد المول من الداخل ونشوف المحلات الموجودة ونحاول نقابل حد من أصحاب المحلات اللي بالداخل ونتكلم معاه. يلا بينا. ده بقى نازلين من على السلالم، نازلين للمول. أول ما بندخل كده بننزل من على سلالم، بننزل كده تحت بنشوف المحلات كلها قدامنا، يعني تشطيبات على أعلى مستوى. مول جميل جدا ومريح وحاجة راقية جدا. في كل حاجة بقى، يعني المحلات في مقلة، في محل للمراتب، وفي محل الألبان. وده أول محل هصور لكم فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. معاكم حضراتكم دلوقتي أستاذ علاء في مول الفتح، في مشروع عمارات 266 عمارة. مول ده فتح جديد، مول كبير جدا ولسه يعني هادي يا رب. ان شاء الله بيبتدوا ربنا معاهم ويوفقهم يا رب. فاحنا دلوقتي عند الأستاذ علاء. المنتجات بتاعت حضرتك كده واشرح لي بقى. احنا منتجاتنا ان شاء الله احنا جرين فالي فاتحين هنا في مول الفتح الحمد لله، زي ما انتم شايفين المستوى الحمد لله، بحيث ان احنا نقدر نقدم منتج كويس وخدمه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. منتجنا من مزارعنا، منتجنا من كل مشتقات الالبان كل مشتقات اللبن كله. من زبده طبيعي، من سمنه طبيعي 100% اورجانيك، مش مخلوطه، مش مغشوشه، مش بنقول كلام وخلاص. الكلام ده هيجي عن تجربه ان شاء الله. ان شاء الله. كل مشتقات اللبن، من زبادي زي ما قلنا، من زبده صفراء اللي هي البقري. ايوه والجاموسي. بالظبط، البقري والجاموسي، الرز بلبن، الحاجات اللي هي القنبله بقى بتاع الشباب والحاجات الروشنه دي. ايوه الناس بتحبها، البنات والشباب فعلا. هيتكلموا عنها بقى. ايوه كان الجبنه الرومي الحمد لله برضو من عندنا، مش كل مشتقات اللبن اللهم لك الحمد مستوى ما شاء الله. احنا طبعا الكلام كتير ولكن التجربه بتثبت خير دليل. طبعا بالظبط. ايوه طبعا. الحمد لله مستوانا الحمد لله مش بس هنا، في اماكن تانية ان شاء الله، وفي اماكن بعد كده ان شاء الله نفتح ان شاء الله تاني بامر الله ان شاء رب العالمين. اتمنى ان شاء الله. الاماكن بتاعتكم التانية فين؟ اعلن عنها كده. ان شاء الله في حاجه هتبقى في المهندسين ان شاء الله، ان شاء الله. وفي حاجه هتبقى في اكتوبر برضه في محور جمال عبد الناصر. ان شاء الله. ان شاء الله عن قريب ان شاء الله بامر الله. وان شاء الله بنتمنى يعني ان احنا يعني نوصل لدرجه يعني بامر الله ان شاء الله ربنا يوفقك. نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله بامر الله. واحنا بيكم وبالناس المحترمه بنكبر ان شاء الله وعايزين كده. في عروض يا استاذ علاء ولا في طبعا هيبقى في ان شاء الله عروض. احنا الفتح احنا كنا لسه فاتحين يعني طبعا يوم الجمعه كان الافتتاح تقريبا. كان اول امبارح. ايوه وبعدين خدنا كده على غفله كده. ايوه طبعا لسه من حاجات طبعا الكروت بتطبع والحاجات دي لسه بتتجهز، لسه في البدايات. المنشورات كمان هتبقى تنزل كمان بحيث يبقى فيها كل الخصومات، لان طبعا الاسعار مش حضراني دلوقتي. لسه ما فيش طبعا، لسه ما ابتديتوش او مش عارفين، لسه ما رتبتوش حاجه. بالظبط كده. صح؟ بالظبط ان شاء الله. يعني بس بعد كده هيبقى في خصومات وفي عروض. احنا دلوقتي بنرتب ازاي يكون اللبن يجي طازه من في الثلاجات وكذا، كل ترتيبات الشغل. اما ترتيبات بقى العروض والحاجات دي ان شاء الله بنعملها وهننزلها طبعا على صفحات الجروب.
ان شاء الله ان شاء الله. طب ما اعرفش اسعار اللبن عشان انا عايزه اشتري لبن. اسعار اللبن دلوقتي احنا عندنا اللبن بتاعنا طبعا زي ما سالفه ذكرت ان اللبن سعره 22 ده عشان الافتتاح طبعا بدل 25. طبعا هو في الاصل 25 بالظبط، بس عشان الافتتاح 22 ولسه بقى الناس ما تعرفناش هنا لسه. لسه طبعا اكيد انتوا لسه فاتحين من يوم الجمعه طبعا. بس احنا طبعا اللي احنا نعرفه كويس جدا كل اللي هيسمعنا دلوقتي وجربنا قبل كده يكدبني زي ما كنت بقول. احنا عندنا 12 كيلو لبن يطلعوا كيلو قشطه. 12 كيلو لبن يطلعوا كيلو قشطه؟ كيلو قشطه. فاحنا الحسبه دي. طب وعندك فكره يطلعوا كام جبنه؟ يطلعوا كام جبنه بقى؟ ما عندكش فكره؟ حسابيا بقى لسه. حسابيا لسه. ايوه. انما اللبن اللي انا متاكد منه يعني لبن بخيره. طبعا ممتاز. طبعا مش الكلام ده اتحسب عليه يعني. اكيد طبعا. طبعا. طب انا عايزه اعرف كان في اقبال من الناس اللي في المشروع هنا او المدينه على المول وعلى ما شاء الله الناس كانوا المحلات هنا. الناس هنا مبسوطين جدا ومرحبين بينا قوي. ان احنا طبعا زي ما حضرتك شايفه كده المكان طبعا لسه الناس ما سكنتش او كده. لسه المدينه جديده طبعا. نفسهم ان حاجه زي كده تتفتح. طبعا الخدمات اهم حاجه في المشروع. الناس نفسهم اتفاجئوا لان المول تقريبا في خلال 4-5 شهور كان من لا شيء كان كده. فعلا مول ممتاز والكل بيشكر فيه صراحه، وفي يعني حاجات انا ما شفتهاش في المول التاني اللي هو قدام شويه في 247. والمحلات هنا جميله جدا والمكان رائع فوق الرائع صراحه. انا من سكان المدينه بس مش ساكنه فيها، انا شقتي فيها وقافلاها، بس شفت على الجروب الافتتاح فعجبني قوي، حبيت ان انا اجي النهارده علشان اعمل معاكم لقاء وكده، وان شاء الله يكون فتحه خير عليكم وعلينا وربنا يوفقكم يا رب جميعا من مشاريع لمشاريع اكبر ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك. ودلوقتي كان معاكم بقى استاذ علاء وعرفكم الاسعار لسه طبعا هتنزل في وقت تاني لما يظبطوا الحسابات بتاعتهم، لان المول كان فاتح لسه يوم الجمعه، الافتتاح كان في خلال يومين تقريبا بس لسه ما ظبطوش نفسهم. المول هنا جديد وانشا المول هنا في خلال 5 شهور بس اصبح بالمكان الفخم ده صراحه. يعني شايفين حاجه رائعه جدا جدا جدا، والمنتجات يعني حاجه عاليه جدا، جودتها عاليه جدا. فانا هاخد برضو لفه كده هاخد لفه بقى كده واوريكم المول برضو، وهوريكم ايه على الطبيعه وتشوفوا شكل المول عامل ازاي. يعني حاجه انشئت كده في 5 شهور او اقل من 5 شهور. وده اللبن يا جماعه ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك، حاجه طازه من مزارعهم. اتمنى كده وعلى مسؤوليه استاذ علاء يعني كل يجي ان شاء الله. ما تنسوناش بقى يا جماعه ان شاء الله. على فكره اللي جربونا يعني كل الناس اللي اشتروا امبارح بتفتح كمان استاذ مصطفى قابلني بره وقال لي خشي اللبن بتاعهم رائع رائع رائع. فانا قلت له هتخليني يعني اخش اشتري يعني ولا ايه؟ انا عايزه لبن. احنا الحمد لله ان احنا بنقابل ناس محترمين زيكم. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. بيكم ان شاء الله بنكبر. بالتوفيق لحضرتك وللجميع يا رب. وعايزين خدمات اكتر في المشروع عشان الناس تقبل على المشروع. يعني الناس معظم الناس هنا قافله الشقق على الفاضي. ليه؟ مفيش خدمات كتير. مفيش خدمات كتير خالص. مش متشجعين انهم يجي يقعدوا في المكان. بس واحده واحده المكان بقى بيكبر وبيتملي والخدمات هنا بتبقى كتيره جدا. وان شاء الله كده بالتوفيق ومن نجاح لنجاح يا رب. يا جماعه بقى اللايك والاشتراك والشير والسلام عليكم. السلام عليكم.